وحياة امك يا سيد رش بالراحه لحسن الشمع يمسك فيا. انت خايف من الشمع؟ دول بره جايبين مشاعل الواحده فيهم قد كده. وبعدين ما تخافش يا ده عبيط، انا خففت البنزين المره دي بجد بميه. تغمز لي انا يا غبي؟ طب اغمز لها هي. انا كان قصدي ليها هي. كان قصدك؟ مش عايز ابقى محروق. انت لسه هتقعد ترغي؟ يا خلاص يا جماعه الجثه جاهزه للحرق. يلا يا شباب. خلاص سيدي بابا، هنسوي حرق ايه؟ نعم هنسوي حرق. بلاش حركيه. انا عندي فكره جناب مهراجه، احنا نحطه في كيس حراري ونسويه على البخاري فيبقى جوسي وطري اكتر اهي. اوه يا سلام، لو نرش عليه شويه فلفل اسمري. انا جوعت. وانا الكلام ده عند ناصر برنس مال كبده، هنا ما في غير حرق. طب انا هخلعيه. اوكي. سوي حرق على طول. بابا احرق حرامي، بابا احرق حرامي. ما يصير بابا، انت لسه صغير، انت يكبر انت اتنيلي يبقى يحرق حرامي. اوكي ما في كلام. تربيه زين جناب مهراجة، تربيه زين. هذا من فضل ربي. شنو هذا؟ جثة يتحرك 100 مرة أنا يقول تثبت جثة عشان ما يقع على الأرض. جناب مهراجة، سيدي بابا أنا عندي فكرة، إحنا نجيب حبلة أو سلبة نثبته ونلفه حواليه. فكرة عبقري، إزاي أنا ما يفكر؟ إحنا سمعنا، نفذ يلا فكرة بسرعة. لا جناب مهراجة، نفذ فكرة زين. مش عبقري. لا زين يلا ثبت جثة. فكرة زين. يخرب بيتك. انا عملت ايه ده؟ خلاص كافي يلا. جناب مهراجة شوية تفكير. ما في تفكير. طب نقرط عليه. ما في تقريط. نار هات. بابا احرق لف. يخرب بيت غلاستك، قلتي لا. بابا احرق لف. والله لو ما سكت احرق نفسي بدل الاستداء الزفت ده يا اخي. نهي جناب مهراجة. شنو فيه؟ سيدي بابا أبي يسوي اعتراف. أنت ما يسوي اعتراف، أنا أفتهم كل شيء. أنت يبي أنت يحرق اللص عشان أنت يقتل لص، هذا حقك. امسك. نهي جناب مهراجة. أنت يحرق لص، أنت ما يحرق، أنا يحرق نفسي ويحرق بدل لص. يلا. سامحنا فخر، سامحنا اخويا. سامحني يا اخويا؟ ده انت اللي اقترحت عليهم ان اتربت يا سيد. لما اولع انا اهرب ازاي دلوقتي؟ انا قلت لهم يربطوك عشان ما تقعش تتعور يا اخويا. ما اتعورش انما اتحرق عادي. ولع يا سيد، ولع على الله التسهيل. ما تقلقش ان شاء الله هنلحقك قبل ما الحرق يبقى درجه اولى او تانية. ولع يا سيد، ولع وريحني من الدنيا دي واللي فيها.